يتزوج اخر واحد. مثنى؟ اي اتزوج اخر واحد. مثنى هو بالمشكله. اي ايوه مرت مثنى؟ اي وذبت علي زواله، ما تدخلين مطبخ، ما تدخلين حمام، ما تدخلين بنزل عندي. زين. اي تبقين بغرفتك محبوسه. زين ابوي اكل ما نعطيك احنا، ما عندنا مصر. ليش؟ ما عندنا، انت عندك تقاعد ومثنى شو يقول؟ مثنى فيزا كسلم الدين مالته ما كل زين هو ابنك خلي احكي هسه عوف الاعلام وعوف التصوير، يعني ما عنده غيره؟ لا جديات والله. يعني هسه يعني طلعونا من طورنا ومن كذا، يعني مو معقوله يعني ابني يسوي بامه، انت ربيتيه وتعبتي عليه وكذا، يعني شلون يعني؟ مثقفه مو بيز. نعم والله مدرسه الارشاد الاهليه قالت وسياره تودي سياره تجيب. هاي مجازات التعب؟ النفاس انا اودي لي المدرسه والله العظيم. لا من تشوف كلش فرق وياي، وتروح لتلميذ كل شيء زارني. هاي مو شو تريدين اجيب من برا؟ شلون يعني يخلي زوجته تتحكم بيه؟ عنده تليفون؟ هو عنده تليفون؟ هي عنده. اعطيني تليفون. هي تعيشني، من يعيش؟ هي عايشني. اعطيني رقمه. اسيا لو عراق ولا رقمك؟ خلاص لكن ما اشوف انا، احنا اطلع مثنى. هدوم مليانه كلها فرغتها، طلعت بلا جنطه. الحقيقة بعد جهد كبير قدرنا أن نوصل البيت مثنى. الموضوع كان مرعب ما سمعناه من والدته. وصلنا له وشفنا المفاجأة. تليفون خلى خابره يطلع لي. الو مرحبا. اهلا. شلونك عيوني مثنى؟ حياتي نعم تفضل. انا واقف لك بالباب، اطلع لي، انا اخوك محمد هاشم، مدى تفتح الباب، دا ادق بالباب صار ساعه. جدك. يلا حبيبي اشكرك. السلام عليكم. شلونك صديقي؟ تعال هنا، تعال دا اسلم عليك. تعال شلونك؟ الحمد لله على السلامه. قالوا مسوي عمليه. شلونك انت؟ زين. انا جيتك بشكل شخصي. جيتك من السيده الوالده. بس ما يخالف. انا اريد شيء من عندك هسه، كل شيء ما نريد. انت براحتك، بس نريد لانه الحقيقه هسه احنا كنا رايحين بموضوع هناك، فشفناهم يطلعون والدتك خارجها يقولون ما عندها مستمسكات، وانت قبل كم يوم مطيهم هذا التعهد وماخذها ومرجعها بعدين، فاعطينا بس المستمسكات بس. المستمسكات وين؟ البطاقه الكي كارد اللي مستلمين بها الراتب عندكم، انتم اخذتوا استلمتوا الراتب ورجعت، تريدها هسه، واريد الجنسيه قالوا مستنسخه، زوجتك قالت الجنسيه مستنسخه، فاذا ممكن تعطوني حتى على الاقل نخليها، والا انت ما تبقى يعني ما معقوله تخليها هناك يدبوها بالشارع. مرحبا، شلون الصحه؟ احنا بس جينا على مود الحجيه الاوراق الرسميه مالتها والبطاقه الذكيه. الاوراق الرسميه مالتها هي ضاعت. لا بس من فضلك انت قلتي لهم هناك اكو مستنسخه. هي اخذتهن؟ لا ما ماخذتهن، هسه كنا يمهم. والله ما اخذتهن. هسه احنا المديره قالت ست وهي نفسها الحجيه، وقالت البطاقه عند حضرتك انت تطلبيها فلوس 600,000 تطلبيها. لا مو 600، سلفه كامله. ايش قد؟ استاذ محمد اسمح لي، ايش قد؟ اسمع مريت كبيراني بنها. لا مو اي هي عندها 3 ولد. بس اسمحي. لا اسمحي. لا هذا الزعل. بس لحد وياي. احنا الموضوع نحله بشكل بسيط. هي مره كبيره وقامت تبكي، بس من فضلك ما يخالف. انت مستلمه وياها الراتب، سويت لها سلفه. انا هسه اكتب لك تعهد. ايش قد تطلبيها؟ بس اسمحي لي. اي استاذ محمد اسمحي لي بس انا خلي اقول لك. سامع طرف واحد. لا ما اسمع، انا خلص انا بس من فضلك. انا بشكل شخصي وبشكل ودي اريد، انا شفت المرات عاطفت وياها، بس نجيب لها اولا تاخذون تعهد من اسدد لكم من مديره، اسمحي لي، من مديره الدار. قلت لها تكتبين تعهد. مره جبتين. اجت مديره الدار قالت عندهم يمهم حارث، قالت كل المستمسكات، قالت احنا بس جيبوا لنا اياها وجيب لنا البطاقه. ليش اعطيها السلفه برقبتها؟ من يسدد؟ انا اسدد. انا اجي اسدد. انا الملابس اعطوها كم قطعه. لا قالت ما عندها والله العظيم. يعني ما عندها جنطه كامله ترى جواز سفره عندها استاذ. زين ما عندها ولا ثوب ولا كذا.
المهم حصلنا على الكيكرت هذا، على البطاقه الذكيه، وانا واحد من الناس ما راح اخليها تعطيهم اي فلس، هم يتحملون المسؤوليه كافه.